اماراتي يا اخي. اي نعم. ما شاء الله، مرحب بك في قطر. الله يرحب فيك. انتم لعبتوا بالفريق الاول، نعم. يحسن لكم الشرف انكم ربحتوا الجزائر. والله صح. والله يحسن لكم. احنا لعبنا بالفريق الثاني، نعم. تعادل وضربة ترجيح وفخورين يعني. ليش فخورين؟ وانت لك الشرف بعد انك تطلع خسرت بركلات ترجيح، مش 90 دقيقة واكثر من 3 اهداف. يا حبيبي انتوا لعبتوا بالفريق الاول. والله لعبتوا بالفريق الاول انتوا. احنا لعبنا بالفريق الثاني كلهم محليين. انا ما اتكلم عن الفريق الاول ولا الثاني ولا انت لو تلعب بالتاسع. انا اتكلم ب 90 دقيقة بميدان برجال موجودين. انت كمشجع نعم. توقعتها كم قبل المباراة؟ 2-0 للجزائر. 2-0 للجزائر توقعتها. والحكم مع كل احتراماتي لك، مع كل احتراماتي لك، كم توقعتها؟ 2-0 للجزائر. كان جبتها في الملعب. لا. جبناها حبيبي لا انا موجود. دقيقة بس. والله الحكم حاز معكم. نعم. والله الحكم حاز معكم. انت لو نزعت التيشيرت للحكم تلقاه لابس تريكو تاع الامارات من تحت. انا نقول لك حاجه 2 اهداف ملغيين. الهدف الاول تسلل، الهدف الثاني اروح معك وين حبيت. ركلة الجزاء اللي ما حسبها لي وينها؟ حتى احنا وينها؟ حتى احنا ركلة جزاء ما هي محسوبة. كاينة ولا لا؟ في ركله جزاء. ليش؟ انا بسألك سؤال ثاني. ليش الجزائري ما قاعد ياخذها بروح رياضيه؟ والله احكي معك بكل روح رياضيه. وقلت لي لك الشرف تفوز علي. والله اخذها بك. انا يحسن لكم الشرف. والله يحسن لكم الشرف انكم ربحتوا الجزائر. والله وضربت ترجيح، مو اداء زي ما كنت تقول انت. الشوط الثاني واداء ممتاز. والله يا اخي عملوا فرصه واحده على المرمى يا اخي. انا مغربي ونتكلم عن حتى انا حاضر يا اخي. انا شوف للعلم والاطلاع هاي امام الكاميرا. نعم. انا اعلامي شرطي حايد الكل. نعم. انا صاحب منصه مع نعم العراقي لا اصل لي الفخر. ما شاء الله لكن حايد الكل والكل يقدر يتابع الفيديوهات وارشح حاضر. بس امانه انا مو محل الرياضي. نعم. شافت عيني. حتى انا ماني مو محل الرياضي. هو المنتخب الاماراتي ما كان المنتخب اللي يعرف ضد منتخب العراق اللي هو منتخب الاصل. اما الشوط الثاني منتخب منظم لعب وضيع. الفينشنج كان ينقصه. الجزائر منتخب قوي. اخي انا اول حتى من فزتوا على العراق ما مقتنع باداء الجزائر. انا كفلاح كاعلامي ما مقتنع باداء الجزائر من فازوا على العراق 2-0. لا مو هذا الجزائر. نبقى جماعتنا محبه. والله يا اخوي والله احكي معك. بارك قل له مبروك. والله مبروك. 1 2 3 فيفا الجيري وديما مغرب. المنتخب الثاني هو المنتخب المغربي. احنا جزائريين ومغاربه كيف يستاهلون اهل المغرب وفالهم التوفيق وديما مغرب ومفوقين هارد لك. هذه اسمها كاس العرب. هاي البطوله لو مش موجوده اليوم نحن ما شفناكم ما جمعناكم. والحمد لله البطوله هذه تجمعنا ما تروح بعيد. كلنا عرب. انت تروح تفوز فيها انا اقول لك مبروك. انا افوز ببارك لي. بس والله بس بقول لك شيء واحد. ونشكر قطر على هذا التنظيم. بس شوف بقول لك شيء واحد. لو يعيدونها 4 مرات بنفوز 1 2 3 فيفا الجيري. والله فيفا الجيري 1 2 3 حبيبي كلمة بس وامشي. انا بختمها. والله العلي العظيم. والله العلي العظيم. وعمل تغييرات في الوقت المناسب. والله لو كنت راح تاخذوا 3 ولا 4. اريد كلمه توجهها لقطر لاجل المنظمه. لا تنظيم في القمه اخويا. تنظيم في القمه وان شاء الله هاي ادتها كل خطره تديرها كل خطره. هل تؤيد انه يقام المونديال العرب كل سنه؟ كل سنه هنا في قطر. انا مقيم اخي ماني سياحه. والله احسن تنظيم في العالم كله قطر مع كل احترامات لكاع البلدان. والله 1 2 3 خاوه دائما. 1 2 3 فيفا الجيري. يحيى الله ربي. وديما مغرب. المغرب ان شاء الله راح تفوق على اخونا من الامارات. موفقين ان شاء الله. انا اهدي تحيتي للحكم. شكرا يا قسامه من الاخر. هذه نوجه تحيه بك. ان شاء الله الماتش تاع المغرب ما يكونش الحكم كيما هذا. تعال انت من اهل المغرب. انا جزائري
وديما مغرب والعرب احنا كنا خاوه ما تنسى تونس عاد، ما تنسى تونس. تونس الخضراء يا ولدي. الله يوفقك، الله اسف اخذت من وقتك.